زد يفاجئ الجميع ويسقط الاهلي في فخ التعادل بالدوري في ليله تحول علي لطفي لبوفون والتفوق محمد شوقي على يستروب واثباته للخطيب ومسؤول الاهلي ان الدنماركي مدرب كفتاجي، واثبت فيها تريزيجيه انه افضل من المغربي اشرف بن شرقي 500 مره، وذلك دون ان ننسى سوء التوفيق الذي حالف تريزيجيه وشريف في اكثر من فرصه محققه. الاهلي سيطلب حكام اجانب في مبارياته الثلاثه المقبله امام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في المرحله الثانيه، وذلك بعدما اثبت التحكيم المصري انه يحاول الهدم في النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ الاقرب لرئاسه بعثه الاهلي في تونس لمواجهه الترجي. كل ما يتردد حول تحرك اشرف داري قانونيا ضد النادي الاهلي في الوقت الحالي هو كلام غير صحيح ولا اساس له من الصحه. تقام مباراه الاهلي والمقاولين العرب يوم 5 مارس المقبل الساعه 9:30 مساء بمشاركه صلاح ليفربول يقسو على ويست هام بخماسيه ويشعل صراع المركز الرابع، وبمشاركه مرموش مانشستر سيتي واصل ملاحقه ارسنال بالفوز على ليدز. استقر الجهاز الفني على سفر الفريق الاحمر يوم 13 مارس المقبل الى تونس على ان يخوض الفريق تدريبتين هناك. المدير الفني عقد جلسه مع كاموش اخبره خلالها انه سيقوم باستبعاده من مباراه زد لازاله الضغوط عليه وعلى عاتقه نسبيا في ظل حال عدم التوفيق الذي يمر به. اداره الكره بالاهلي رفعت طلب قبل يومين الى محمود الخطيب رئيس النادي لتوفير طائره خاصه لسفر الفريق لتونس خاصه في ظل مواعيد شهر رمضان. تصريحات يستروب مدرب النادي الاهلي خلال المؤتمر الصحفي لمباراه زد الهدف كان بمثابه جرس انذار وجعلنا نلعب المتبقي من المباراه بشكل جيد. جلست مع محلل الاداء ورأيت الفرص وعجبت الا نسجل اكثر من هدف في هذه المباراه. من الجنون ان نحصد نقطه واحده بالنظر للاحصائيات، عملنا 22 محاوله على المرمى، ولكن ارى ان النقطتين خسرناهم في اول 20 دقيقه من المباراه لان المنافس كان افضل واستحوذ على الكره الثانيه. سيف زاهر الرئيس التنفيذي لزد يشيد بشكل كبير بمحمد شوقي مدرب الفريق وعلي لطفي حارس الفريق بعدما قادوا الفريق لتقديم مباراه كبيره جدا امام الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه، ويؤكد ان تريزيجيه عمل كل شيء في الكره منذ نزوله للملعب، ولو هناك مكاسب للاهلي في هذه المباراه فهي عوده اللاعب بعد غياب الفتره الماضيه، وايضا جماهير الاهلي التي ساندت الفريق حتى اللحظه الاخيره من المباراه. ويؤكد ايضا ان المكاسب من اشتعال المنافسه على الدوري حاليا هي الكره المصريه، وكل شيء وارد ان يحدث في الجولات القادمه، ومباراه الغد بين الزمالك وبيراميدز هتبقى مباراه قويه جدا. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.